السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض فيديو تطبيق جديد. ازاي الناس زمان كانت بتعيش من غير تطبيقات مالية؟ السؤال ممكن يبان بسيط، لكن لو بصيت لحياتنا دلوقتي هتكتشف ان الموبايل بقى مدير مالي منتقل، يحسب لك، يفكر لك، يقسط لك، واوقاتك كمان يطورها لك. والنهاردة هنتكلم عن تطبيق فورسا فاينانس. التطبيق او زي الناس بتنطقه فورس فاينانس، تطبيق اللي داخل بقوة في عالم التمويل والتقسيط، واللي الناس شايفاه فرصة تنقذهم اخر الشهر، وناس تانية شايفاه باب جديد للديون رقمية مقنعة. وان هنا مش جاي اطبل ولا اهاجم، انا هحلل بارقام وتجارب اراء الناس. اول حاجه لازم نفهمها، التطبيقات الماليه عموما بقت جزء اساسي من الاقتصاد الحديث، لان الدراسات العالميه بتقول ان اكتر من 70% من مستخدمين الهواتف الذكيه بقى عندهم تعميل او تعامل مالي رقمي بشكل اسبوعي. وده معناه ان التطبيقات دي بقت تتحكم في قرارات الشراء والتسديد وحتى اسلوب حياتنا. وهنا يجي دور التطبيق اللي بنتكلم عليه النهارده، فرصة، اللي فكرته الاساسيه ان هو يساعد المستخدم في تمويل وتقسيط والاداره بعض الخدمات الماليه بشكل سريع من خلال الموبايل. التطبيق بيحاول يقدم لنفسه كحل سريع وسهل، تسجل بياناتك وتقدم على خدمة التمويل أو التقسيط، تتابع حالة الطلب الإلكتروني بدل الورق والبنوك والعادات التقليدية. ودي نقطة قوية جدا، لأن ناس كتير فعلا بقت تكره الروتين وتعقيد البنوك، خصوصا الشباب اللي عايزة قرار سريع وموافق أسرع. ولا نتكلم عن المستخدم فعلا التطبيق فأول حاجة الملاحظات. فأول حاجة اللي هتلاحظها ان الواجهة بسيطة نسبية، تسجيل مباشر وتنقل بين الصفحات سهلة حتى لو اللي مش محترف في التكنولوجيا. لكن هنا في نقطة ناس كتير ما خدتش بالها منها، بسيطة احيانا بتخليك توافق على شروط طويلة جدا من غير ما تقرأ. وده خطر موجود في اغلب التطبيقات التمويل. من المميزات اللي الناس كتير يعني متاحة عندها في جوجل بلاي ان عملية التقديم السريع، وهنا الرد احيانا بيكون خلال وقت قصير مقارنة ببعض الجهات التقليدية. وهنا ناس قالت ان التطبيق انقذهم فعلا في ظروف طارئة. لكن في المقابل اكتر التعليقات السلبية كانت بتدور حوالين التأخير في الرد او رفض الطلبات بدون توضيح كافي. وبعض المستخدمين اشتكوا من اضطراب الصلاحيات غير على اكتر من على الموبايل او اتصال متكرر بخدمة العملاء. وهنا من اكتر التعليقات اللي الناس تفاعلت معاها تعليق مستخدم كان بيقول بمعنى واضح التطبيق شكله محترم، لكن من بعد ما سجلت بدأت المكالمات والعروض اكتر توصلنا، وحسيت ان بياناتي بقت جزء من نظام التسويق. والتعليق ده اخد تفاعل كبير لانه لمس خوف موجود عند ناس كتير. فعلا فكرة ان التطبيق مجاني ممكن تستفاد من بيانات مستخدم بشكل غير مباشر، وده يخلينا نسأل سؤال مهم، التطبيق مجاني فعلا؟ طب الإجابة المهنية دقيقة لا، مفيش تطبيق مالي مجاني بالكامل. المطور هنا بيكسب بطرق متعددة أولهم العملات والخدمات المالية المرتبطة بالتمويل، وتاني حاجة البيانات التحليلية وسلوك المستخدمين، لأن أي تطبيق مالي بيجمع معلومات عن طريقة استخدامك واهتماماتك المالية عشان يحسن إعلانات أو اشتراكات التجربة التجاري أو تقييم الأعمال. وطبعا ده بيكون داخل سياسة الاستخدام اللي أغلب الناس بتوافق عليه من غير ما تقرأ.
وفي نقطة حساسة لازم تتقال بصراحة، يعني الاستخدامات غير أخلاقية. التطبيقات المالية دايما دي موجودة فعلا. بعض الناس تستخدم التمويل في شراء حاجات فوق قدرتهم الحقيقة لمجرد المظاهر، وبعض التجارة يستغلوا سهولة التقسيط لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. والأسوأ إن في ناس بتدخل في دوامة الديون بسبب الاعتماد كامل على تطبيق التمويل السريع بدل التخطيط المالي الصح. ولو هتستخدم التطبيق بشكل صحيح فهنصحك 3 نصايح. الحاجات المهمين والحاجات المهمة جدا. اول حاجة اقرأ اي رسوم او فوائد او شروط قبل الموافقة. تاني حاجة ما تقدمش على تمويل الا لو عندك خطأ تسديد واضح. تالت حاجة قرب اي صلاحيات بياخدها تطبيق على جهازك، خصوصا الوصول لملفات او جهات اتصال. ولو بتدور على بدايل مشابهة ففي تطبيقات كتير في نفس المجال، لكن كل واحد اسلوب مختلف، زي تطبيق فيليو المشهور بالتقسيط المرن وانتشار كبير في مصر، وفي تمر اللي بيركز على شراء الآن ودفع لاحقا، وكمان في تطبيق تابي معروف بسهولة التقسيط في المتجر الإلكتروني. الفرق الأساسي بينهم بيكون في الرسوم وسهولة الموافقة وعدد المتاجر المتعقدة وسياسة التسديد. ورأيي المهني النهائي التطبيق مش سيء، لكنه محتاج مستخدم واعي، لأن التطبيق المالي عموما بتكون ممتازة لو انت متحكم فيه والخطير لو هي اللي بقت تتحكم فيه. ودي إجابة السؤال اللي بدأنا بالفيديو. ناس زمان كانت عايشة ازاي من غير تطبيقات مالية؟ لأن كان بتتحكم أكتر في مصاريفها بشكل مباشر، لكن دلوقتي السرعة والسهولة تخلوا قرار مالي أسهل وإحنا أكتر. من الآخر لاحق بالتحليل العميق بعيد عن التطبيق والهجوم الأعمى. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، لأن الجاي فيه تطبيقات أكتر وتحليل أعمق وحاجات محدش بيقولها بسهولة. سلام.